السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديال اليوم الاخوان كما كتلاحظوا هو عن اللبان او الطقس المغربي كما كيروج. كاينه بعض الحيل اللي كتخدم لكم في هذا اللبان، وان شاء الله غنقدموا لكم اليوم موضوع على الطريقه ديال المعرفه ديال اللبان، طريقه بسيطه ان شاء الله غير عندك في البيت ديالك، وان شاء الله معلومات صحيحه. ما تنساوش بقاو معنا في الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان كي دايرين؟ صحيح لاباس؟ نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كنشكروا جميع الناس اللي كتدعمنا من قريب ومن بعيد. كنشكروا العائله ديالنا انضمت للقناه، العائله الجديده. كنشكروا الناس اللي كتتبعنا دائما، او العائله ديالنا القديمه اللي كتتابعنا دائما باستمرار. كنشكركم مع تحياتي، تحيه لكم كبيره من القلب. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله اللبان كما كتعلموا، وبحكم جاتني رسائل كثير على اللبان واش اللبان هو الكهرمان او لا. بالعكس اللبان ماشي هو الكهرمان. الكهرمان بوحدو هما تقريبا كينزلوا من شجره واحده، يعني كلهم ماشي شجره واحده عفوا، يعني اللبان عنده الشجره ديالو، والكهرمان حتى هو كذلك ومثال، يعني باشكال ديالو الخاصه. الكهرمان الاخوان كيكون زجاجي او لا كيكون بعض الالوان، يعني نطرقوا شويه غير المعرفه. الكهرمان الاخوان فيه الاصفر، الوان مايله للون العسلي، وكاين الاسود. ولكن الاخوان الكهرمان راه فيه حتى هو طرق ديال النصب ديالو، كيفاش كيتم النصب على الناس بحكم دابا ولا كيتصنع وكيتحطوا في حشرات للداخل ديالو الاخوان، وما غاديش تعرف بان هذا كهرمان مزور او لا مغشوش او لا حقيقي. ولهذا ردوا بالكم ان شاء الله. غنحاول نعطي فيديو اخر على الكهرمان والطريقه والتعريف ديالو ان شاء الله بينه وبين اللبان. بالنسبه للبان الاخوان كما كيعلم الجميع، اللبان عنده تقريبا 3 ديال الطرق او 4 ديال الطرق باش تعرف اللبان الحر من المزيف. وبالنسبه للاخوان اللي كتراسلني كتقول بان عندها لبان، راه ما نقدروش نعرفوا الاخوان اللبان في الصوره. يستحسن تكون عندك تجربه وتحطها عندك مثلا في الهاتف ديالك. بالنسبه للبان الاخوان ملي كتبغوا نجربوه، كاينه الطريقه الاولى هي ديال الحليب. كنجيبوا كاس ديال الحليب، ويستحسن ما يكونش ديال البلاستيك الاخوان، يكون حليب طبيعي ديال الابقار. علاش؟ باقي فيه الدسم ديالو، باقي فيه يعني كيكون طري. كنشدوه كنخوي تقريبا واحد 5 ديال الغرام ديال الحليب، ولا يعني 5 سنتيم ديال الحليب في كاس ديال الزجاج. كتهز لبان كتلوحها في وسط الكاس اللي فيه الحليب الاخوان. مجرد كنلوحوا ديك اللبان الاخوان نغيا كيريب. حكم كما كيعلموا الجميع كيقول لك لا خصها تكون يعني تجلس واحد 5 ديال السوايع. بالعكس الاخوان ملي كتكون اللبانه حره طبيعيه ما كتكونش مخدومه، كتلوحها ب5 دقائق يعني دغيا سبحان الله داك الحليب كيرجع كيخسر كما كنسموه المغربيه، كيرجع ريب. وبالنسبه للاخوان الاشقاء ديال العرب اللي كيتفرجوا فينا في انحاء الدول العربيه، يعني كيولي بحال الزبده او لا كيولي بحال الجبن، يعني ما يبقاش الحليب طري. الماده ديالو يعني كتجمع دغيا كيتجمع. ويستحسن بالنسبه للاخوان اللي كتبغي دير ولا عندها لبان حر في المنزل ديالها باش دير تجربه الاخوان، يستحسن كتهز مثلا اللبانه، ما تبقاش تعاود في كل مره كيجي عندك واحد الانسان بغى يشري وانت هاد اللبانه راه حره ولكن غادي تضيعها بحكم كدير لها التجارب كثيره. الاخوان كنهزوا مثلا واحد القطعه كما بغات تكون بحال هاد الشكل، او لا كتكتب عليها تاريخ ديالك بان انا درت تجربه ديال هاد القطعه هذه في هذا التاريخ هذا، ها الاسم ديالي والعنوان او لا الاسم ديالي الكامل، يعني الاسم والنسب. من بعد كتهضر في الفيديو بان انا فلان من فلان درت هاد اللبانه هذه في التاريخ فلان فلاني، باش كتعرف داك الفيديو بان هذيك اللبانه. ويستحسن نعلموا ديك اللبانه بشي حاجه نعرفوها باللي راه هي هذيك اللي درتي لها هذيك التجربه الاخوان، باش ملي كيجي عندك الشاري ما تبقاش تعاود اللبانه حيت كتخسرها. حكم اللبانه الاخوان ما كيعلم الجميع شحال ما كندير له لي تيست او لا كندير له التجارب الاخوان راه كيخسر، ما كتبقاش القيمه ديالو كما هي. هذه معلومه الاخوان، تحاولوا ما امكن تركزوا على هذه القضيه هذه. اللبان الاخوان يبغي يتحفظ في واحد المكان يكون يعني ما فيهش الضوء بزاف، ويستحسن يكون في منديل من الحرير او لا من القطن او لا كما بغى يكون نوع المنديل يكون رطب باش ما الحجره ما كتمشيش القوه ديالها. كما قلت لكم بالنسبه للطريقه ديال الحليب راها باينه الاخوان. كاينه الطريقه الثانيه هي ديال الماء. كنهزوا اناء ديال الماء عذب يعني عادي من يعني من الحنفيه ولا من الروبيني كما كنسميوها بالدارجه المغربيه. كاس اخر كيكون مملوء بالماء، كنهزوا 2 ديال الملاعق ديال الملح كنخويهم في ذاك الاناء. الملح الاخوان غير 2 ديال المعالق يكونوا صغار، ماشي بالضروره خصهم يكونوا كبار. وكيتخلط ذاك المزيج مزيان الماء والملح حتى كيذوب. كنهزوا اللبانه في الماء الحلو راه ما كتطلعش،
كتبقى لتحت. ملي كنهزو اللبانه يعني كنمسحوها وكنحطوها في الماء المالح كتطلع وكتطفى للفوق. هنا فين كنعرف بان عندي اللبانه حره. ملي كتطلع في الماء المالح عرفها باللي راها لبانه حره. كنمسحوها كنلوحوها في كاس ماء حلو، اللبان ما غاديش يطلع لك الفوق. هذا الموضوع الثاني راه تفاهمنا عليه يعني راه باين. الموضوع الثالث كنهزو واحد الطرف ديال الابره الحديد مثلا او لا ابره كيما بغات تكون نوعها، كنسخنوها مزيان يعني خصها تسخن فوق العافيه. نوريكم واحد كنشدوا واحد الابره بحال هذه كنحاولوا نسخنوها مزيان وكنحك هاد القطعه غير بشويه ونحاول ما امكن ما نجرحش هاد اللبانه ولا ما نديرش عليها شوائب يعني، ولا ما نجرحهاش باش ما تخسرش القيمه ديالها كقيمه ديال اللبان بالاثمان ديالها كما تقدر تبيعها. من بعد تسخن هذه كتحكها شويه غير كدوز فوق منها ما تجرحهاش وكتشمها كتطلق واحد الرائحه زكيه سبحان الله. هذه هي الطريقه كما قلنا الثالثه. الطريقه مثلا هاد اللبانه تلاقيتها يعني عند شخص في اي مكان في الشارع ولقيت عنده مثلا ولا احد الباعه ديال اللي كيبيعوا هاد الانتيك وكيبيعوا هاد الاحجار الكريمه وبزاف ديال القطع، وبغيت نتعرف على اللبانه واش حره او لا. تهز اللبانه الحره اللي حكها في السروال ديالك او لا في اليد ديالك بحال هاد الطريقه هذه كتحكها بحال هاد الشكل وكتشم هنا. ملي كتكون اللبانه حره مع كنحكوها هنايا هي تلقائيا كتسخن تحكى لان الرائحه هنايا واحد الرائحه طيبه جدا. وهنا فيك كتعرف بان اللبانه هذه الدرجه الاولى ديال يعني التجارب اللي كتكون في خارج المنزل ديالك. الا ما كنتيش كتقدر باش تدير دوك الطرق الثلاثه اللي قلت لك ديال الماء وديال سميتو ديال الحليب ديال البريكي ولا ديال الخدش ماشي الخدش وانما الحك بآلة حاده مع التسخين طبعا. هذه هي المرحله الرابعه. حكم غادي يعني هذه الطريقه اللي غادي دير. وبالنسبه للفوائد ديال اللبان راه الفوائد ديال اللبان لا تعد ولا تحصى. كاين الناس الاخوان اللي عندها كتكون مريضه بضيق التنفس كون على يقين بان اللبان راه ملي كيتشمى الاخوان راه ما غاديش تمرض. سبحان الله العظيم. وكاينه طرق علاجيه ديال هذا اللبان ان شاء الله غنحاول نقدموها في المستقبل. الطريقه ديال كيفاش غتشرب اللبان والكميه اللي غتشرب منه مفيد للذكاء بحكم. ومن هذا المنبر بغيت نقدم التحيه ديال الخاصه للامازيغ اللي خلاو لنا هذه البركه هذه. سبحان الله. كاينه لبان اللي خرج من الشجره وكاين اللبان اللي كيتصنع وان شاء الله غنطرقوا لهذا الموضوع ديال الصناعه بحكم جبت لكم واحد القطعه ها هي مصنوعه كما كتشوفوا مصنوعه ولكن ما مصنوعاش يعني بواحد الطريقه مزيانه كما كتلاحظوا. شوف كيبان لكم كويرات الداخل ديال الاخوان. هذه لبانه تصنعات حتى هي فيها رائحه ولكن ماشي شي رائحه ديال اللبان بحكم يعني اللبان بين الاخوان كيتصنع وان شاء الله غنحاول نقدم لكم واحد النبذه وما غاديش نعطي يعني المواد كلها كتصنع بها اللبان ان شاء الله. غنعطي واحد الجزء صغير من المكونات ديال اللبان والطريقه ديال الصنع ديالو. ما غاديش نعطي الفكره كلها باش ما كيتهزش هذا الفيديو او لا يوليو الناس يصنعوا هذا اللبان هذا ويبداو ينصبوا به على الناس بانه هو حر. وهذا الشيء اللي ما غنقبلوش الاخوان بحكم الحمد لله القناه ديالنا قناه ولات الحمد لله كتشاف عبر العالم وبغينا نبقاو في الصدق وبالامانه ديال المشاهدين ان شاء الله ونقدموا لهم احسن المنتوج وبطريقه صحيحه. كما كتعلموا على القناه عندي فيها يعني شحال من فيديو يعني كان توضيحي للناس لا غير وما غاديش نقبل ان شاء الله ندخل في الغش ديال اي منتوج كما بغى يكون نوعه غنعلمكم عليه. كونوا على يقين الاخوان ما غاديش نرضى بهذا الشيء باش نتوما ما تديوش واحد الحاجه تقدر غتباع لك كما قلت لك بحال هاد اللبانه الاخوان غادي تصوب وغتباع لك انت اللي كتفرج فيا دابا تم الغش ديك اللبانه وتشريتيها انت بواحد الاثمان تكون باهظه وانا هو السبب. ما بغيناش نوصلوا لهذه المسائل هذه ان شاء الله. ولهذا او دائما ان شاء الله في القمه ان شاء الله باذن الله ونعطيو الحقائق ديال اي حجر ولا اي مكون كما بغى يكون نوعه طبيعي او لا غير طبيعي ان شاء الله واش كاين ولا ما كاينش. كنشكروا دائما الناس اللي كتدعمنا من قريب ومن بعيد. مع تحياتي وتحيات القناه الاحجار الكريم. معكم اخوكم كمال. ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. كنشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.